سؤال النهاردة محير ناس كتير. احنا عارفين ان ربنا طرد ابليس من الجنة لما رفض يسجد لآدم. بسم الله الرحمن الرحيم، فاخرج منها فإنك رجيم. طيب ازاي قدر يدخل تاني ويوسوس لآدم وحواء ويخليهم ياكلوا من الشجرة؟ هل هو دخل في صورة تعبان زي ما بنسمع؟ تعالوا نعرف الحقيقة من القرآن والسنة. في آراء كتير من المفسرين في النقطة دي، بس أهم حاجة لازم تعرفها إن الوسوسة مش محتاجة دخول بالجسد. ربنا سبحانه وتعالى ادى لابليس قدره انه يوصل لصدر الانسان من غير ما يشوفه، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: ان الشيطان يجري من الانسان مجرى الدم. يعني ممكن يكون وسوس لهم وهو على الباب او من مكان قريب، مش لازم يكون قاعد معاهم جوه. طيب حكاية التعبان حقيقية ولا لأ؟ كتير بنسمع إن إبليس استخبى في بق التعبان عشان يدخل الجنة. الكلام ده يا جماعة ملوش أي أصل صحيح في السنة النبوية. والقرآن كان واضح جدا، ربنا بيقول: بسم الله الرحمن الرحيم، فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما ورى عنهما من سوآتهما. الوسوسة دي ممكن تكون صوت أو خاطر أو حتى نداء من بعيد. ربنا ما حكاش لنا تفاصيل الدخول الجسدي، لان المهم هو الخديعه اللي حصلت دي اساس القصه. ابليس ما لعبش على فكره الدخول وبس، ده لعب على الوتر الحساس اللي هو الخلود. ربنا بيقول في سوره طه: فوسوس اليه الشيطان قال يا ادم هل ادلك على شجره الخلد وملك لا يبلى. الشيطان هنا استخدم اسلوب النصيحه المزيفه وحلف ليهم انه خايف عليهم. وده يعلمنا ان مش كل اللي يحلف بالله يبقى صادق، لان ابليس عمل كده بالظبط. في الاخر العبره مش ابليس دخل ازاي، العبره اننا ناخد بالنا من مداخل الشيطان اللي بتدخل قلوبنا كل يوم من غير ما نحس. ربنا يحفظنا واياكم من نزغ الشيطان. ولو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والشير، وعرفني في الكومنتات هل كنت فاكر قصه التعبان دي حقيقه. سلام.